السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اسكت أصغي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب. البنات اليوم إن شاء الله حبيت أول حاجة في هذا الفيديو هذا أنني نبارطاجي معكم المشتريات اللي خديت من ستوكوماني، بما أنني أول مرة غادي نمشي ليها. أول مشتريات شريت هاد الحليب هذا على حساب الوليدات، لان وليداتي تيسماروا دغيا، فاول ما تتبدا الشمس تنحاول ما امكن انني نبقى دائما ندهن ليهم الوجه ديالهم بشي حاجه اللي غتحميهم. فكما تشوفوا خديت هذا باش نجربو، كندير تقريبا 6 اورو وشي حاجه، ما بقيتش عاقله بالضبط دوك السنتيمات اللي فوق 6 اورو بشحال. وكذلك خديت هاد لاكول اللي كان محتاجها ولدي في المدرسه، ما عرفتش غادي نجربوها ونشوفوا كيفاش دايره، ولكن لا مارك ديالها تنظن غادي تكون مزيانه ان شاء الله. كما تشوفوا فهي ب2 اورو و49. وكذلك كانوا معايا الوليدات ديالي، ف نتوما عارفين الوليدات ملي تيكونوا معاك في شي مكان فخداو هاد كيفاش غنسميوهم هاد الفرادة هادو ديال الماء، لانهم نتوما عارفين دابا جا داك الوقيته اللي يقدروا يلعبوا بهم. 3 اورو و99 الواحد، خديت ليهم 2 باش يلعبوا مع بعضياتهم بهم. والحاجه اللي فرحانه 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 بها بزاف وخلاتني ناخذ قرار انني نبارطاجي معكم المشتريات، بالرغم من انني ما شريتش شي حاجه كثيره، اللي هي هاد الطبق الدوار كما تشوفوا، اللي يعني مصايب بزاف. انا كنت شفتهم بزاف مصايبين بالخشب، ولكن ما بغيتش نشريهم لان ما تيتواتوش مع داكشي اللي عندي في الدار، اللي نستعمل ملي تيكونوا عندي الضياف. فلذلك بقيت تنقلب حتى لقيت هذا شحال هذه وانا تنقلب عليه، وصراحه انا فرحانه بزاف لانني لقيته. وكذلك الثمن ديالو يعني صراحه ما كانش غالي بزاف. فكما تشوفوا هذا هو الثمن ديالو، داير 7 اورو و99. نتمنى يكون واضح معكم الثمن. هذا البنات ممكن تستعملوه بزاف الاشياء، اللي منهم لا صلاد مغربيه، او مثلا لتقديم الحلويات، او كذلك لتقديم اشكال ديال الديسير، يعني السلطه ديال الديسير اللي تكون متنوعه. يعني ممكن تحطوا على فوق منه فقط الاجبان يعني، مثلا في الصباح تحطوا فوق منه الاجبان والكوفيتير والزبده وداك الامور كلها اللي تتخص الصباح. فكما تشوفوا فهو تيدور. ما عرفتش واش واضح معكم في الصوره. انا غادي نحط هاد صراحه عجبني بزاف، بالرغم من انني ما كنتش غاديه باش نشري، وانا مشيت اصلا لستوكوماني غير بالصدفه. ولكن رغم ذلك يعني انا فرحانه لانني لقيت هذا الطبق هذا، لان صراحه قلبت عليه بزاف والحمد لله دابا لقيته. والمهم ندوزو الفيديو باش تشوفوا معايا ان شاء الله اشنو صورت لكم في ستوكوماني، واشنو الجديد ديالهم اللي جايبين. البنات نسيت ما قلتش لكم في الفيديو اللي صورت ديال المشتريات، يعني المقطع ديال المشتريات، الا حبيتوا انني نقدم لكم شي حاجه في هذاك الطبق الدوار اللي خديت، يعني باش تاخذوا افكار اشنو ممكن نقدموا فيه، خليوها ليا في التعاليق لتحت. ودابا ان شاء الله غادي نبداو الفيديو ديال الجوله اللي بديتو لكم بهاد الايطاجير هذه البنات، اللي شفتوها عندي في المطبخ ديالي، ولكن انا خديتها من المانيا من الكيك، وخديتها يعني بالزاج. اما هنايا فحطيناها بالخشب، وبما ان بزاف البنات سولوني عليها منين خديتها، فلذلك قررت انني نصورها لكم هنايا، باش بالنسبه للبنات اللي ما لقاوهاش في الكيك او ما عندهمش الكيك في الاماكن اللي هم ساكنين فيها،
يمشيو ياخذوها من ستوكوماني. فهي دايره 12 اورو كما تشوفوا، ومصايبه بالخشب اللي كذلك تيجي رائع في المطابخ كما تتعرفوا. ودابا ان شاء الله غادي نبداو الجوله ديالنا اللي كما تشوفوا بديتها لكم بهاد الايطاجيرات هادو او المنظمات اللي يعني هما شبيهين باكسيون. يعني كما قلت لكم في العنوان، البرودويات ديال هاد المكان او الاشياء ديال هاد المكان هذا هما شبيهين بداكشي اللي تشوفوا في اكسيون معايا في الفيديوهات. والصراحه حتى الاثمنه تقريبا يعني مناسبه. كاينه بعض الاثمنه اللي هي شويه غاليه، وانما اغلبها فهي تقريبا بحال اكسيون. فكما تشوفوا اول حاجه يعني بديت لكم بها هو هذا الفانوس هذا اللي داير 12 اورو، اللي الصراحه رائع جدا. يعني بالنسبه البنات اللي تيبغيو يديروا الديكوراسيون ديال رمضان، وبما انه فيه نقش يعني عربي ستيل عربي، فتيتواتا بزاف مع رمضان. وكذلك هاد القليب هذا اللي تاغ الانتباه ديالي، هاد الاشكال هذه اللي مخدومه بهذا الخيط هذا، ولينا تنشوفوا منها بزاف بزاف. فصراحه انا ما تنزعمش عليها نشريها، ولكن الا كان ممكن البنات خليو لي في التعاليق فين ممكن بحال هذاك القلب فين ممكن يتعلق، عطيوني الراي ديالكم. وكاينين كذلك هاد الديكورات هادو اللي سبق لينا وشفناهم في اكسيون، وكاينين كذلك في التادي اللي ان شاء الله غادي نصور لكم منه شي نهار، اللي هو كاين غير حدايا. فكما تشوفوا داير ليهم 7 اورو. كاينين في الرمادي وكذلك في الابيض. وكاينين هاد الديكورات ديال الجرادي اللي كما تشوفوا شفناهم كذلك، شفنا المثيل ديالهم في اكسيون. كما تشوفوا فهم دايرينهم في هذا اللون هذا اللي هو بحال ميل الذهبي، وكذلك في هذاك الاخضر اللي دارج على الموضه اللي صورت لكم في الفيديو ديال زارا، عفوا ديال اش ام، اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وكما تشوفوا هنا صورت لكم كذلك هذا الفانوس هذا اللي هو نفسه ديال اللي كان في بداية الفيديو، غير هو هذا الحجم اصغر والثمن اقل بطبيعة الحال. فهذا داير 7 اورو و99، ولكن صراحة الحجم ديالو لا بأس به، يعني ماشي صغير بزاف. وكاين كذلك هاد الفاز هذا اللي على هاد الشكل اللي هو دارج بزاف على الموضة، وداير فقط 5 اورو و99. وكذلك هاد الايطاجيرات هادو اللي قلت لكم يعني عندهم على الاشكال والالوان بحال اكسيون، يعني كاينين بزاف منهم اللي سبق لينا وشفناهم في اكسيون، وكاينين منهم اللي باقين مازال تيجيبوهم في اكسيون، يعني فيهم احجام واشكال والوان مختلفه. فعلى كل واحد على حسب الذوق ديالو، كل واحد واشنو محتاج، وعلى حسب العبار كذلك. فكما تشوفوا هنايا يعني صراحة عندهم أشياء اللي هي رائعة 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 جدا. وكما تشوفوا أنا تاغ الانتباه ديالي حتى هاد الطابلو هذا اللي داير ما قرايتش مزيان البنات واش المهم صورت لكم الثمن واش 11 اورو 99 ولا 12 اورو 99. المهم البنات بلا ما نكثر عليكم بلا بلا غنحط لكم شويه الموسيقى ونخليكم ان شاء الله تكملوا الفيديو. عفوا البنات قبل ما نقطع، هاد الساعه هذه البنات هي الثمن ديالها شويه طالع، ولكن صراحه البنات الكاليتي ديالها عجبتني بزاف بزاف بزاف، رائعه. يعني الا مشيتوا شوفوها وغادي نتاكدوا بان الكاليتي ديالها تستاهل هذاك الثمن اللي حاطين ليها. ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله.